مهمة. لو ابنك فوق ال3 سنين بياكل حاجات غريبة، طوب، طين، صلصال، لعبه، شعره، بيحط اي حاجة غريبة غير اعتيادية في بقه وهو مش مدرك، خدي بالك ابنك عنده حاجة اسمها بيكا، مرض يعرف باسم بيكا. البيكا دي هو مرض بيصيب الأطفال عامة بوضع أشياء غريبة أو حاجات غريبة غير اعتيادية للأكل في فمهم من غير إدراك منهم، وده بيكون علامة من علامة حاجة اسمها ايرن ديفيشنسي أو نقص شديد في الحديد، أو فيما يعرف باسم الأنيميا. بيكون عنده أنيميا شديدة وإحنا مش عارفين، أو ما عندوش أي ساين غير كده. ممكن يكون فقدان شوية في الشهية والأم مش مدركة. فلو أنت ابنك بيعمل الحاجات الغريبة دي، طبعا الأعمار الصغيرة هو طبيعي إن هو يحط الحاجة الغريبة ببقه، لان ده بيكون طبيعه التسنين او طبيعه المرحله العمريه بتاعته ان هو بيحب يكتشف الاشياء. لكن لو هو كبير ومدرك وبيحط حاجات غريبه في بقه لفترات طويله، فخدي بالك لازم نعمل تحليل CBC وسيرم فيرتين، لان ده عرض من اعراض نقص الحديد والانيميا الشديده في جسمه، ولازم تتوجهي للدكتور ويعالجها فورا عشان ما نوصلش لمراحل كبيره منه، جنب الهذلان والضعف العام وفقد التركيز وقله الادراك وعدم الذكاء الاجتماعي، عدم التحصيل الدراسي، ما بيقدرش يعمل مجهود كبير. كل اعراض شحوب الوجه والانيميا الشديده ونزول الوزن، كل الكلام ده هيبقى مصاحب مع الايرون ديفيشنسي. بس من اشهرها البيكا، وناس كتير ما بتبقاش مدركه وبتبدا تعاقب الطفل وتديله بانش ومش عارفه الكلام ده كله، وده غلط جدا. لازم تعالج المشكله، هو طفل مريض بنقص الحديد ولازم يتعالج فورا. ربنا يحفظ اولادنا جميعا.